اهلا بيكو فيديو جديد. عايزه النهارده اتكلم معاكو كلام كده من القلب، من القلب ويوصل للقلب، خارج من تجربه، خارج من حاجه نفسيه كانت بتأثر عليا، بس لما اتخليت عنها الحمد لله بفضل الله خسيت لما بطلت اسمع للناس او اعمل حسابهم او استنى الدعم منهم. خسيت لما بدأت أعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسي في الموضوع ده. أولا، واعملي زيي. ده بصي، ده لازم عندك يبقى قرار إن انتي تعملي زيي. ليه؟ عشان ده كان سر من أسرار النجاح. أنا يا جماعة ما عرفتش أي حد إني بعمل دايت، ما قلتش لأي حد. كان الاول كنت كل ما اجي اعمل دايت ومثلا رايحه ازور اختي، رايحه ازور حد قريبي، رايحه ازور صاحبتي، مش عارفه ايه، اقعد بقى اقول لنفسي بقى لا معلش مش هاكل ده، اصل انا عامله دايت، لا مش عارف ايه، لا ايه. وبعدين كل شويه الاقي مثلا اغيب عنهم وارجع لهم. محدش مثلا عموما، يعني ما اقصدش حد مقرب او كده عشان ما حدش يزعل مني، ما اقصدش، انا قصدي الوسط اللي هو محيط بيكي. كنت ارجع لهم مثلا، ما حدش يقول لي مثلا ايه الله خسيتي، لا، هي اتقالت وكل الناس شافتها وشهدت عليها، بس بعدين ولما نجحت ان اخس، فاهميني؟ لكن في البدايات ما تقوليش لحد ان انت بتخسي، ما تقوليش لحد ان انت بتعملي دايت. خليها حاجة كده الناس بعد كده تتفاجئ بيها وتسمعي الكلمة الحلوة اللي انت نفسك تسمعيها، وهي الله انت خسيتي، عملتي ايه؟ انت خسيتي قوي، طب عملتي ايه؟ مش عارفه ايه، لا اتخاني شويه، لا مش عارف ايه. فاهميني؟ فاهميني طبعا، واكيد اللي مر بالتجربه فاهمني كويس جدا. فالمهم ان انا خدت قرار كده ان انا مش هقول لحد ان انا بعمل دايت، ولو رحت اتعزمت عند حد او كده ما حدش يعني قاعد مركز معايا انا اكلت ايه وما اكلتش ايه. وحتى لو حد مركز معايا ان انا اكلت مثلا البروتين بس او ما اكلتش الطبق الرز، مش قادره شويه كده، لما جوع هطلب مش عارف ايه، يعني تعاملت بذكاء في الموضوع. طبعا انا برضو جبت ايه بقى، عملت ايه؟ عملت لنفسي كده جو تشجيعي. اشتريت ميزان، مع ان الميزان ده هوس، بس اشتريته قلت يبقى موجود في البيت. اشتريت اللي هي الدمبل دي، اللي هي بتتعمل كده للكتف، ده اشتريتها. بدأت بقى ايه اخد قرار كده بيني وبين نفسي، مش عايزة الدايت ده يعمل لي اي ازمة، مش عايزاه يبقى مثلا ايه مكلف، مش عايزاه، انا هعمله من اللي بيتعمل في البيت ومن اكل البيت وكلام من ده. لان انا كنت بقعد اسمع ده الدايت مكلف، ده عايز مصاريف قد كده، ده مش عارف ايه. طب ما هو مكلف، ما انا هتراجع، ما انا مش هستمر، فانا عايزه استمر فيه، فخليته ايه من اكل البيت. انا هاكل من اكل البيت ازاي؟ يعني لو رز، انا هعمل رز صحي ومش هعمل بزيوت وكلام من ده والحاجات دي، وفي نفس الوقت طعمه حلو، وفي نفس الوقت هاكل الثلاث معالق رز بتوعي مثلا من الرز بتاع اللي كل البيت عاملاهوله. الخضار مش هحط فيه حاجات تخرجه عن انه صحي، فاهميني طبعا؟ يعني انا ايه، بدأت اكل البيت العادي اوضبه انه يبقى اكل صحي. طب لو انا عامله لهم اكله مثلا مقضيينها او نشويات او حاجات من دي، كنت او فيها عيش، كنت بعمل ايه؟ كنت بقوم سلقه بيضتين مثلا واكلاهم حته جبنه قريش مش عارف ايه. بدات يا جماعه اتعامل مع الموضوع ان هو ايه، بتركات كده تخليني استمر. لان اللي بيخليكي ما تستمريش انك مستنيه راي الناس فيكي بسرعه، ان انت مثلا مفيش ميزانيه ان انت تخسي بيها. كل ده يا جماعه غلط، كل ده غلط. اخرجوا بس عن الموضوع ده وانتوا هتشوفوا ان انتوا هتستمروا. وبعدين جبت الميزان، اجي اوزن مثلا على الميزان عمل لي لخبطه شديده، لا ده انا ما خسيتش، امال انا شكلي بيخس. قعدت اشوف على النت واقلب على النت، لقيت ان المقاسات هي اللي بتبين الخسسان اكتر من الايه الوزن. ما فهمتش النقطه دي، طب يعني ايه برضو؟ يعني امال اللي انا بخسه ده بيروح فين؟
بيروح ان هو انت محتفظه عشان بتعملي رياضه لو حتى خفيفه، محتفظ انت بتخسي صح، محتفظه بالكتله العضليه بتاعتك، فالكتله العضليه دي بتوزن، فاهميني؟ فانت ممكن تنزلي مقاسات، بطنك تتظبط، اكتافك تتظبط، لكن عضلاتك مديه وزن. المهم ان انا ما بزيدش في الوزن، يعني حتى انا لو انا ما بقلش او بقل حاجات بسيطه، المهم ما بزيدش. دي هتبقى البدايات، ان انت هتلاحظي ان ميزانك مش بينزل واو يعني. بس راقبي لبسك، راقبي اللبس. بتلبسي مثلا شميز كان ماسك قوي ولا دريس ماسك قوي والجيبه ماسكه او البنطلون ماسك ومقرط عليكي قوي، بدات الدنيا توسع وبدات يبقى فيه رحرحه كده، خلاص انت كده ماشيه تمام تمام تمام. مش مهم الميزان بقى، خلاص انت خليك على جنب بقى، خليته كده على جنب. وبدات بقى ايه اتشجع، وكل ما بلاقي المقاسات بتاعتي بدأت تتغير حتى لو تغيرات طفيفة، كل ما بلاقي نفسي خفيفة، كل ما بلاقي نفسي أفضل. نايمة كده نفسي مش مكروش، طالعة السلم مش بنهج، كل ده خف خف خالص، خفيفة في الحركة. بقوم أشوف اللي ورايا، بقوم الصبح من غير وجع في جسمي وألم ومش عارفة إيه وصداع وكده. خلاص يا جماعة، يبقى أنا كده إيه، تمام التمام 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 الحمد لله. فاستمريت، وفجأة لقيتني فعلا خسيت، والجسم بيخس كله مع بعضه. ما تقعديش تركزي في منطقة تقولي انا اكتافي اشربي مش عارفه ايه عشان تنزل. دي عوامل، دي عوامل، لكن انت الجسم بينزل كله مع بعضه. حتى هتلاحظي ان جسمك بدأ ينزل مع بعضه وبيخس، بتخسي من انحف حته فيكي الاول. انا لاحظت كده برضو، بخس من انحف حته، وبعدين ابدا بقى ايه، مره في مره في مره لقيتني بسم الله ما شاء الله يعني تبارك الله بدات اخس. ولما استمريت وما حطيتش في دماغي خلاص، وبقى وعملت لنفسي جو كده، ميزان، حاجات كده رياضيه خفيفه كده في ركن كده في البيت. بدات ان انا اتمشى مش عارف ايه، واحده 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 بقت عاده اكتسبتها، مشيت عليها واستمريت. مالكيش دعوه بكلام الناس، ان شاء الله كده كده هيقولوا انك خسيتي، ما تسمعي لهمش. هتخسي زي ما انا خسيت لما بطلت اسمع للناس، وبطلت اهتم برايهم، وبدات اعتمد على نفسي وابقى الداعم الاول والاخير لنفسي بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. شدوا حيلكم، مفيش حاجة مستحيلة، إن شاء الله تخسوا، إن شاء الله تخسوا، بس استمروا. كل شيء في أوله صعب صدقيني، لكن بعد كده الدنيا بتبقى سهلة جدا جدا جدا. وإن شاء الله ربنا يوفقكم وتوصلوا للتارجت اللي انتوا عايزينه، وتوصلوا للجسم الجميل الصحي اللي انتوا بتسعوا ليه. ما تنسوش دعمكم ليا وتحفيزكم زي ما انا بحفزكم باللايك والشير والاشتراك في القناة اللي مش مشترك، وتفعيل الجرس. ويا ريت الشير والتعليق الحلو، ويا ريت الشير يا جماعة يبقى للمهتمين. انا ما يهمنيش عدد وخلاص، انا عايزة اللي معايا في القناة يكونوا مهتمين بالدايت، دي اهم نقطة عندي، وعايزين يخسوا او يستمروا على حياة صحية. بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامة.